في مدينة الموصل تحديدا في سد الموصل. هذه المنطقة كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. اليوم جهاز مكافحة الإرهاب وقوات النخبة العراقية تتمكن من السيطرة على هذا السد اليوم تحت سيطرة جهاز مكافحة الإرهاب. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. أستاذ حدثنا عن هذا السد اليوم كان تحت سيطرة تنظيم داعش. اليوم الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب يتمكن من السيطرة على هذا السد. قبل لا أقول لك احنا تمكنا من السيطرة عليه، انت شفت بأم عينيك انه تمشيت عليه ذهابا وإيابا، واحنا الآن جاي نتمشى عليه. كل المناطق المحيطة به مسيطر عليها، ووصلنا الآن إلى أبعد نقطة عبر السد أيضا مؤمنة من أبطال النخبة لقوات مكافحة الإرهاب، وتحديدا فوج ديالى قيادة العمليات الخاصة الثانية البطلة. والآن السد ومنشآته ومن حوله كله في سيطرة قوات النخبة، وكذلك قوات إسوات من الداخلية. المعركة بدت قبل السد ب 32 كيلو، وكانت الطرق كلها ملغمة بعبوات ناسفة وموضوعة بطرق فنية، ولكن استطاع الجهد الهندسي من وزارة الدفاع أن يأمن الطريق لقوات النخبة، وتقدمت باليوم الأول ووصلت على مشارف السد، واليوم الثاني أكملت السد إلى أبعد نقطة عن هذا الجسم اللي الآن احنا واقفين عليه. أهمية هذا السد مثل ما تعرفون أنه السد الرئيسي بالعراق. مجرد خلل بسيط به راح يسبب كوارث، وخاصة في محافظة نينوى عموما، وكذلك بقية المحافظات بالاتجاه. لذلك كان اهتمام القيادة السياسية والقيادة العسكرية بهذا الواجب، وكانوا على متابعة مستمرة مع التنفيذ، ووظبوا كل الإمكانات المتاحة سواء كانت في جهاز مكافحة الإرهاب أو في وزارة الدفاع أو كقادة سياسيين، وظبوها كلها في خدمة هذا الواجب، وتمكنوا الأبطال من إنجازه بالوقت المطلوب دون أن تصيب هذا السد أي أضرار لا من قريب ولا من بعيد. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ اليوم جهاز مكافحة الإرهاب له دور كبير في تحرير هذا السد، وتمكن من قتل عدد كبير من تنظيم داعش في هذه المنطقة وحرق عجلاتهم. تحدث لنا بالتفصيل. بصراحة يعني هي مو أول عملية جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة قوات مكافحة الإرهاب تقوم به. يعني احنا صارنا 8 أشهر بهاي عمليات ويا داعشين، والعالم كله تعرف داعش شنو تنظيماتهم، شنو شغلهم. قدرنا بخلال يومين ندخل أول يوم أطراف السد، ثاني يوم ندخل على طريق كاسكي وزمار، وهاي اليوم من شفت أنت سيطرنا على الكل على الفوق. هاي السد الصناعية هم سيطرنا عليه البارحة ونمنا به البارحة، واليوم إن شاء الله ما بقى شيء، كل أطرافه أمنا، وإن شاء الله وضع زين جيد إن شاء الله. احنا اهل الحق نحكي معلق طق والاجنبي قلوب عاشقات هاتفات، عاش العراق شامخا حرا ابي. يا جيشنا يا عزنا يا فخرنا يا مجدنا يا هيبة العراق، صقور شامخات عالية، جيش وشعب وطن واحد، نفدى ولا يفدى الوطن، قلب جسد نبض واحد، نحيا نموت ويبقى الوطن. من يتحدى الجيش من جيشنا جيش المحن، دروع حاميات راجمات، صد ورد للعدو الأجنبي، قلوب عاشقات هاتفات، عاش العراق
شامخا حرا أبي. يا جيشنا يا عزنا يا فخرنا يا مجدنا يا هيبة العراق. صقور شامخات عاليات تصب نارا فوق رأس المعتدي. عيون زاهرات شاخصات تحمي العراق من اللئيم الحاقد. يا جيشنا يا عزنا يا فخرنا يا مجدنا يا هيبة العراق. جيش العراق جيش الفداء جيش التحدي للظلام. عشق العراق عشق الإمام عشق الشهيد للسلام. جيش العراق جيش الفداء. جد الأسعار